بي اس ولا جامبو ولا تانجو؟ لاموتيل ده اسم شركة مش اسم خامة. اسم الخامة ألمنيوم، بس هي اتشهرت باسم ألمتال. في قطاعات كتيرة في مصر نقدر نقارن بينها على حسب احتياجاتنا في البيت بتاعنا. أول قطاع فيهم هو قطاع السعد، وده كان كويس زمان، بس دلوقتي عيوبه إن هو بقى خفيف جدا وتقفيلاته وحشة قوي، فهيدخلك ارتراب، يعني تعمل خشب أفضل. تاني قطاع هو البي اس، صغير وكبير، وده كنا برضو بنستخدمه زمان، بس دلوقتي بقى فئة متوسطة وفي فئات أحلى. والقطاع الصغير منه ممكن تستخدمه في شبابيك صغيرة زي شبابيك الحمامات والمطبخ، والقطاع الكبير ممكن تستخدمه في الأبواب الجرار بتاعة البلكونة. في بقى الشريف علي حسن، وده في منه برضو قطاعين، قطاع جامبو وده القطاع الكبير، وقطاع اسمه تانجو وده القطاع بتاعه الصغير. ودول حرفيا كويسين جدا وسعرهم مناسب للكواليتي بتاعتهم، وكواليتي أحسن بكتير من بي اس، وتقفيلهم حلوة قوي، بس عيبهم الوحيد ان هم بيتضربوا، فحاولوا تشتروه من مكان موثوق. وبرده قطاع الجامبو ممكن تستخدموه في الشبابيك الكبيره، والتانجو ممكن تستخدموه في الشبابيك الصغيره زي شبابيك الحمامات. اخر حاجه بقى اليو بي في سي، وده معمول مش من الالومنيوم، ده بوليمر، يعني خامه بلاستيكيه، تقفيله بيبقى تحفه، مش محتاج تعمل الازاز دبل. اكسسواراته بصراحه بتبقى حلوه قوي.